السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ فتيحة البيضاوي. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في تمام الصحة والعافية. اليوم غنشارك معكم واحد التحلية رائعة خطيرة في المذاق ديالها. التحلية المعروفة باناكوتا كتجي من اسهل واروع ما يكون. قدمتها في واحد العراضة وحماقوا على ضيافي. انا خليكم واحد اللقطات من العراضة اللي درت، عراضة تقليدية، وغادي ندوزو المقادير. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي كمية ديال الحليب 900 مليلتر. هاد النوعية هادي كتجي لذيذة، ولا يمكن لكم تستعملوا نوعية يكون الحليب كامل الدسم. عندي هنا القشدة الطرية. هاد النوعية هادي كناخدها من بيم، يعني كيكون الثمن ديالها اقتصادي، رخيصة، والمذاق ديالها لذيذ. عندي هنا 4 ديال العلب اي 800 مليلتر. كنحتاجوا الكميه ديال القشده الطريه هي نفسها الكميه ديال الحليب قد الا درنا لتر كنديروا لتر ديال القشده الطريه. هنا عندي 12 غرام ديال الجيلاتين، وعندي 100 غرام ديال السكر، وجوج ديال ليفاني. بالنسبه للجيلاتين، اللي ما بغاش يدير الجيلاتين او ما توفرش ليه، يمكن لكم ديروا جوج ديال الملاعق حتى لجوج ونص ديال الملاعق ديال النشا ديال الذره. هنا ضفت الحليب، ضفت عليه القشده الطريه على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الفاني، زوج شاشيات ديال الفاني، و100 غرام ديال السكر. نخلط الكل على هذا الشكل هذا، وغنضيفهم على النار هادئه حتى كيبان لي دوك الفقاعات من الجوانب. عاد نحبس عليها النار العافيه، وغادي مباشره نخرجها، نحيدها من العافيه، نخليها تبرد واحد شويه، عاد نضيف عليها الجيلاتين. هنايا ما تداركنيش الوقت، فزربت عليه، درت الجيلاتين، حركته مزيان، وكنصفيو باش الا بقى شي خيوط ديال الجيلاتين تنحيدوهم. فرغتها في هذا الكاس هذا على الشكل، وكنبدا نخوي في هذا الكيسان هادو ديال التقديم. يمكن لكم ديروهم على شكل مائل، تاخذوا شي فوطه وكتكاليو بها الكيسان باش كيجي المنظر زوين وراقي. هاد الكميه خرجت لي كميه كبيره، يعني كميه لا باس بها ديال هاد الكؤوس ديال التحليه. صافي غادي ندخلهم الثلاجه نخليهم يبردوا، وغندوزو نديروا هاد الكريمه هذه ديال الليمون ولا البرتقال. نخديت هاد البالبي هذا ودرت تقريبا واحد 600 مليلتر. ضفت عليه ملعقه كبيره ديال السكر لانه ناقص من السكر شويه، وانا خديت واحد الكميه ديال العصير. ضفت عليها 2 ملاعق كبيره ديال كريم باتيسير، ماشي النشا، كريم باتيسير. ضيفوا هذا الكريم باتيسير على البرتقال، وتفكروني راه كيجي المذاق ديالها رائع بزاف. نبقى نحرك حتى كيتقال ليا الكريمه على هذا الشكل هذا. غادي نطفي عليها النار، وغادي نضيف عليها ملعقه كبيره ديال الزبده، وضفت هنا واحد نصف كاس ديال التحليه ديال الباناكوتا باش كتجي واحد المذاقات متجانسين ورائعين بزاف. نخلط على الشكل، وغادي ندير عليها واحد البلاستيك على الشكل غذائي، وندخلها الثلاجه حتى تبرد. عاده غادي نخرجها بعد ما بردت لي التحليه اولا الكريمه ديالي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الطراب الكهربائي، وغادي نبقى نطرب على هذا الشكل حتى كترجع ليا ليس ورطبه بزاف. وغادي نبدا نضيفها على الكؤوس اللي خليتهم حتى بردوا ليا مزيان على هذا الشكل هذا. وغنبدا نضيف بواحد الملعقه. يمكن لكم تستغناو على هذه الكريمه هذه وديروا فقط غير شويه ديال، الا كان عندكم الكونفيتور ديال الفريز ديروه واحد شويه من الفوق. انا عندي واحد 2 كؤوس غندير فيهم شويه ديال الكونفيتور، هي كدار بالفرامبواز، ولا يمكن لكم ديروا الفريز مع شويه ديال السكر وشويه القليل من الماء، وتبقاو تعسلوا فيه وكتضيفوه في الاخير. زينتهم بالورد على هذا الشكل هذا، كيجي منيضر زوين وكيجيو رائع بزاف، وحتى المذاق ديالهم كيجي لذيذ ورائع بزاف، منعشين وكيحمروا لك الوجه قدام الضياف، وغادي يحماقوا عليهم وليداتكم. كنتمنى فعلا تجربوهم، كيستحقوا تجربه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.